السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. دي إن شاء الله المحاضرة الثالثة في محتوى خالي من ال AI في تعلم الإعراب. النهاردة معانا إعراب المثنى. قبل أي حاجة هنعرف المثنى. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين للمذكر والمؤنث بزيادة الألف والنون أو الياء والنون على المفرد، شرط أن تكون الزيادة قابلة للحذف. بمعنى كده إن الألف والنون أو الياء والنون ما تكونش من أصل الكلمة. تعال نشوف، يعني مثلا زي ولد، الولد هتكون الولدان أو الولدين. تمام كده. تعال نشوف إعراب المثنى. أول حاجة إعراب المثنى: يرفع المثنى مثنى بالألف والنون. تمام كده، يرفع بالألف. أنا يرفع بالألف بس. يعني مثلا زي جاء الولدان. جاء هنا فعل ماضي، والولدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. طب اتنين: ينصب. هو عموما ينصب ويجر بالياء. ينصب ويجر. ينصب مثل شكرت الولدين. شكر فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، والولدين مفعول به أهو، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. تمام كده. تعال نشوف يجر. يجر برضو بالياء، يعني مثلا مثل مررت بالولدين. الولدين هنا اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الياء لأنه مثنى. يبقى احنا كده النهاردة عرفنا إعراب المثنى من حيث يرفع وينصب ويجر. في العموم مراجعة بسيطة: إعراب المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون أو الياء والنون على المفرد بشرط أن تكون الزيادة قابلة للحذف. خلي بالك، إعراب المثنى إعراب جمع المذكر السالم، إعراب جمع المؤنث السالم، التلاتة لازم تكون الألف والنون والياء والنون بتاعتهم، والواو والنون والياء والنون والألف والتاء، لازم تكون التلاتة ديت زيادة قابلة للحذف، يعني مش من أصول الكلمة، سواء الألف أو الياء أو الواو أو الألف والتاء. تمام كده؟ شكرا.